مساء الفل عليكم. جمعة مباركة. يعني باخد فطار، ده ما تعرفش فطار غدا، بس هو حاجة مؤقتة. ما كانش هنتغدى ايه النهاردة. اعمل لي سندوتش بينات باتر وسندوتش عسل ده يا جماعة بتاع ابو زيد. تقريبا انا استخدمت كله، المفروض اجيب له واحد غيره والله، بس هجيب له واحد غيره يعني، اكيد بينقط في قفايا مش مشكلة. المهم بقى انا عايز اتكلم معاكم في حاجة، بس بجد والله يعني، بس انا كده التكييف فعلا بينقط في قفايا. انا هحاول اعمل كده اهو، اروح شويه كده اهو، حلو قوي كده التكييف كده. ايه المهم ايه، بصوا يا رجاله، ساعات بتبقى في ناس مخنوقه كده اللي هي بتذاكر، الشباب يعني، بالنسبه للشباب الصغيره كتير يعني، بتقول لك المذاكره دي حاجه مقرفه وحاجه ملهاش لازمه. اللي اكتشفته بعد 27 سنه، عشان عندي 27 سنه لسه يعني ماشي فيهم يعني، المهم يعني بتاع مفرول مش مشكله. فيما بعد هتعرف ان المذاكره دي احسن ايام حياتك، لانك بتضيف لنفسك حاجه جديده في يومك. خليني احضرهم كلهم بعد كده ايه اكلهم يعني. المهم ان انت بتضيف لنفسك حاجه جديده، بتتعلم حاجه جديده كل يوم، فدي حاجه معلش بلقط يعني، فدي حاجه من الحاجات اللي انت بتحس ان انت حياتك فيها قيمه، فيها هدف، في هدف انت بتسعى له ايا كان انت بتذاكر لايه. يعني انا مثلا ذاكرت حاجات كتير جدا في حياتي ولسه بتعلم يعني. انا في دكتور صديقي، الدكتور ده في انجلترا، عنده دلوقتي 36 سنه ولسه بيذاكر، فبقول له انت امتى هتخلص مذاكره؟ قال لي المذاكره ما بتخلصش، مش عشان دكتور، عشان انت دايما لازم تطور من نفسك، لازم تدور للافضل، لازم تضيف لنفسك كل يوم معلومه جديده. مش كلام تحفيز والله، ولا كلام اي كلام ولا، بس انا فعلا اكتشفت ان احسن الايام في حياتي الايام اللي انا بقضيها وانا بتعلم حاجه جديده، سواء بتعلم لغه، كنت بذاكر للتمريض. يعني في ناس كتير متعرفش ان انا تمريض، انا خريج معهد فني تمريض جامعه اسكندريه 2019. في المعهد ما خدناش حاجه يعني، في المعهد حرفيا احنا ما درسناش حاجه يعتبر، احنا كنا بنروح بس محاضرات وسكاشن. المهم لحد ما اتخرجنا، لما نزلنا المستشفيات لقينا ان احنا مش فاهمين حاجه. احنا كنا بناخد ازاي تغسل ايدينا، ازاي اسيبتك تكنيك وهاند سكراب والحاجات، والهاند سكراب وهاند ووش والكلام ده، وازاي هاو تو اللي هو بيد ميكنج وحاجات من دي، المهم حاجات تمريض يعني، ازاي تغسل ايدك وازاي تعمل السرير بتاع المريض. فاللي اكتشفته اللي انت ما اتعلمتش حاجه، ما خدتش حاجه جديده. وجيت في مره كده في انترفيو بعد فتره، بعد التخرج بفتره يعني، كنت بعيد عن المهنه فتره كبيره. رحت انترفيو، انا اي جات ريجكتد يعني، انا اترفضت. ليه اترفضت؟ عشان انا ما عنديش المعلومات الكافيه اللي تخليني اعدي من اي انترفيو تمريض. فمن ساعتها قلت لا، انا مش في النقطه دي، مش في النقطه اللي انا تمريض عادي، انا لازم ابقى مميز. والحمد لله اللهم لك الحمد، احنا التمريض بيتقسم يعني اقسام كتيره، بس انا كمعهد المفروض يعني خبرتي العمليه والعلميه اقل من البكالوريوس شويه. انا كان في ناس بكالوريوس كنت انا بعلمهم في خلال الشغل يعني، في المستشفيات كانت بتبقى لسه ناس خارجين، شباب خارجين جديد حديث التخرج، وكان بيجي يشتغلوا معانا، كنت بقف الحمد لله معاهم. مش عيب ان احنا نعلم بعض، انا بتعلم منهم هم بيتعلموا مني، بس كان بيقفوا قدام مني يتعلموا مني وانا معهد مش كليه. ده انا ما اتعلمتوش في المعهد، ده انا اشتغلت على نفسي فيه. فخلاصه الفيديو انا كنت عايز دردش معاك شويه في الحوار ده، ما تتضايقش ابدا من المذاكره، ناخد خطمه بقى، لان المذاكره دي دايما هتطورك للافضل. ما تقولش انا امتى هوقف مذاكره.
يعني انا من ساعه ما جيت هنا الامارات ما بذاكرش، حاسس ان انا ما بتطورش، ما بضيفش لنفسي حاجه جديده. فدي حاجه من الحاجات اللي مضايقاني. وانا مش شخص او من النوع يعني مثلا انا شغلي ملوش ميعاد ثابت. لما بصحى متاخر مثلا، متاخر دي عندي اللي هو ساعه الساعه 9، لو انا بحس ان انا اتاخرت. طب انت اتاخرت على ايه؟ انا شغال هايبرد 24 ساعه. اتاخرت على ايه؟ طب انت وراك ميعاد؟ لا. وراك حاجه؟ لا. بس انا صحيت متاخر. طب انت نايم متاخر؟ مفيش مشكله. فدايما طور نفسك للاحسن، ما تقفش عند حاجه معينه وتقول انا كده خلاص مش هذاكر تاني. وما تخليش المذاكره تبقى يعني عائق في حياتك. ما تعقدش نفسك في حاجه. انا قعدت اذاكر الانجليش بالشهور، كنت مفكر اللي انا بعمله ده ملوش لازمه، عمال انزل فلوس واخش امتحانات. بس لما جيت هنا الحمد لله بقيت عارف اتكلم انجليش كويس، مش بيرفكت، مش بروفيشنال، مش نيتيف، بس بعرف اتكلم، بعرف اوصل اللي قدام مني، يعني بعرف اقول الحاجه اللي انا عايز اقولها بالانجليش. دي حاجه من الحاجات اللي ساعدتني ان انا الاقي شغل هنا في الامارات. فدايما طور نفسك، ما تقفش عند حاجه معينه ولا نقطه معينه. ما تقولش انا كده خلاص وصلت، انا كده اتعلمت. لا، احنا بنتعلم من اول ما بنتولد لحد ما بنموت بس. وما تتضايقش من المذاكره خالص، وما تقفلش نفسك. يعني حاجه من الحاجات اللي انا عملتها غلط في حياتي، اللي انا قفلت على نفسي جامد قوي. يعني لما كنت مثلا بذاكر في ثانويه عامه، انا ما اتفرجتش على فيلم واحد في سنه في 365 يوم مثلا. دي ابسط حاجه، يعني انا بالنسبه لي مش فارقه. بس انا بقول لك لدرجه قد ايه انا كنت قافل. انا كنت باكل، بذاكر، اروح دروس، انام، بس كنتش بعمل حاجه تاني. فدي حاجه من الحاجات اللي اثرت عليا بالسلب مش بالايجاب. لا، يعني have fun، enjoy the journey، استمتع بالرحله، لان المتعه في الرحله مش في الوصول. انت لما توصل لحاجه معينه، احنا كلنا بنسعى ايه في الاول وفي الاخر؟ يعني احنا نعيش حياه كويسه. طيب في الاول وفي الاخر فلوس. طب انت وصلت الفلوس، وات ايلس؟ وات نيكست؟ ماذا بعد؟ هتبص تلاقي نفسك ان انت وصلت لحته سد بلوك. فهتعرف ساعتها ان الفلوس هي وسيله بس مش غايه ومش اصيله. ما بقولكش ان انا عملت فلوس، انا معايا فلوس بالهبل يعني، الحمد لله هتمشي. فتفائل واعمل اللي عليك، ودايما طور نفسك. اوعك في مره تقول ان انا كده خلاص انا بقيت توب. تاكد ان انت في احسن منك 1000 مره، وفي افضل منك وسكيلد عنك 1000 مره. بس سيبوني اكل بقى. جمعة مباركة عليكم، وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. طالما انت بتسعى، تأكد ان ربنا مش هيضيع تعبك. مساكم زي الفل.